السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ من الحاجات اللي انا حابب اشاركها معاكم جدا هي الاخطاء اللي انا وقعت فيها في بداياتي في تعلم المونتاج. بس في الاول خلينا اقول ان انا مش مونتير او مش حد تخصصه الاساسي هو المونتاج، لا انا وان مان كرو فيلم ميكر، يعني انا اللي بمنتج وانا اللي بلون وانا اللي بصور، انا بعمل كذا حاجة. فانا اقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها في بداياتي وانا بتعلم مونتاج، ولكن انا متعلم كذا حاجة. بس انا كمحمد انا مش تخصصي كمونتير مثلا او مونتاج، لا انا بتعلم كذا حاجة. فلو انت هتتعلم مونتاج علشان انت وان مان كرو فيلم ميكر زي كده او علشان انت عايز تتخصص في المونتاج، فيعني الاخطاء دي هتريليت معاك بشكل كبير جدا. فالاخطاء اللي انا هذكرها في الفيديو ده هي اخطاء جايه من واحد اتعلم مونتاج بس هو مش خبرته الاساسيه او مش مهنته الاساسيه هي المونتاج. طيب قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لان ده بيساعد كتير. ويلا بينا. اول خطا الشخص بيقع فيه اول ما بيبدا يتعلم مونتاج بقى وفهم مونتاج وكده، اول خطا بقى هتقع فيه، اول خطا كده هتلاقيه في وشك، وهو ان انت مش عارف فكره المونتاج. ايوه انت متعلم مونتاج ودارس مونتاج وكل حاجه واخد فيديوهات بقى وكورسات والكلام ده كله، بس مش فاهم فكره المونتاج او المهمه الاساسيه اللي انت المفروض تكون واخد بالك منها في المونتاج. يعني ايوه التكنيكاليتيز وان انت ازاي تعمل كات والحاجات دي كل ده تمام، ولكن لا بقى في حاجه تاني المفروض تبقى هي اولويتك الاولى اثناء المونتاج. الحاجه دي هي فكره المونتاج. ايه هي الفكره من المونتاج؟ المونتاج هدفه الاساسي هو ان انت تحكي قصه، فانت لما تركز على كل حاجه ما عدا حكي القصه فانت كده بتبوظ الوظيفه الاساسيه للمونتاج. انت كده بتحط الشوطات تقريبا جنب بعض بس كده، انت واحد بس فاهم ازاي يقطع ويعمل بس مش عارف الفكره الاساسيه من المونتاج. المونتاج هدفه حكي القصه، ان انت تحكي قصه. فبالتالي انت اهم من ان انت تركز على الكات والترانزيشنز والحاجات اللي حبشتكنات دي كلها، لا ركز على فكره المونتاج ذات نفسه، او ايه الهدف اللي انت عامل علشان الفيديو ده، او هتحكي ايه من الفيديو ده. فدي حاجه مهمه جدا، وهي ان انت تركز على القصه اللي انت بتحكيها مش على الترانزيشنز بقى والجرافيكس والحاجات دي كلها. تبدا بقى اول ما تشوف الشوتات وتبص عليها تقول انا لو حطيت المشهد ده قبل ده هيديني شكل فلاني، ايوه انا لو جبت المشهد ده في النهايه القصه هتتقلب او هيبقى في قفله معينه للقصه بتاعتي. الشوت ده وحش مش حلو ممكن يبوظ القصه فنغيره. ركز في الحاجات اللي زي كده، ركز ارجوك ركز في الحاجات اللي زي كده. ترتيب الشوطات بيفرق، كل الحاجات دي بتفرق في حكي القصه، فانت ركز في الحكي. وبعد كده بص للحبشتكنات، يعني اهم حاجه هو ترتيب الشوطات بشكل معين يحكي اللي انت عايز تحكيه لان ده الهدف الاساسي. بعد كده بقى ركز في التكست وبقيه الحاجات والالوان وكل الكلام ده كله، ولكن ركز في المهمه الاساسيه ارجوك. نصيحه مهمه جدا، ممكن تقفل الفيديو، ايوه اقفل الفيديو عادي، بس اهم حاجه اعمل بالنصيحه دي واستفاد بيها. تاني خطا وهو الكات او القطع. ايوه الكات اللي هو اسهل حاجه في المونتاج انت بتغلط فيه كمبتدئ. لو انت بتعمل مونتاج لفيديو على اليوتيوب انت بتتكلم فيه، بتعمل مونتاج لانترفيو حد بيتكلم او حاجه زي كده، ففي قطعات وتهتهات نهنهات مش عارف ايه ها الحاجات اللي زي كده، الحاجات دي وانت بتقطعها بتغلط في تقطيعها او مش بتقطعها صح. انت بتغلط في ان انت مش بتقطع عند بدايه كلام الشخص بالظبط، بتقطع قبلها بفريم باتنين، وده بيفرق جدا. يعني ما تقوليش لا يا عم مش بيفرق ولا حاجه، بيفرق جدا. هقول لك دلوقتي. يعني كده دلوقتي انا بتكلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد عادل، والنهارده هنشرح اخطاء المونتاج. شفت الغلطه دي؟ تعالى بقى نعملها تاني بالشكل الصح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد عادل، والنهارده هنشرح 5 اخطاء في المونتاج. شفت بقى الفرق ما بين القطعه الغلط والقطعه الصح؟ فانت لما اقطع عند بدايه كلام الشخص بالظبط بالفريم في ثانيه. الحاجات دي من الحاجات اللي بتفرق قوي. يعني لو انت اشتغلت مع شركه بتعمل مونتاج وانت لسه متعلم جديد وشافوا عندك الغلط ده، انت كده نوب حرفيا، لان دي حاجه اساسيه، وان انت تقطع عند بدايه كلام الشخص بالظبط. هات البلاي هيد واعمل زوم ان قوي وامشي على موجات الصوت. يعني ده تكنيك كده حلو، هو ان انت ما تمشيش على اللي انت شايفه او مش على ربط الصوت بصوره، لا انت امشي على بدايه موجات الصوت. يعني انا دلوقتي ساكت، في موجة صوت رفعت دلوقتي لما بدأت الكلام، فانت اقف قبل البداية بتاعتها بالظبط ودوس، اعمل الكات بتاعك والزق الاثنين في بعض. القطعة هيبقى شكلها احسن بكتير من ان انت تسيب فريم قبلها وفريم بعديها. الفريم بيفرق، الفريم الواحد اللي هو تكة واحدة ده بيفرق جدا، فاهتم بيه وما تكررش الغلطة دي تاني. خد بالك كمان ان حاجة زي كده لو انت بتعمل مونتاج لفيديوهات على يوتيوب دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لان انت لما بتسيب مسافة ولو فريمين مفهومش صوت بتنيم المشاهد، فانت محتاج تخلي الكيرف بتاع المشاهدة بتاعك عالي او الشخص مصحصح معاك، فانت محتاج تخلي الكات بتاعك يجي كله ورا بعضه بحيث ان ما يطلعش ينزل يطلع ينزل، ما ينفعش ده كده، ما ينفعش. انت المفروض تخلي الكلام كله طالع ورا بعضه بحيث ان الكيرف يبقى طالع، ما يبقاش طالع نازل طالع نازل. موجات كده، ما يبقاش كده. فوكس 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 فوكس. تالت خطأ وده تقريبا كلنا وقعنا فيه، يعني مفيش حد سلم من الخطأ ده، وهو الترانزيشنز او الانتقالات. يا سلام كده اول ما تعرف حاجه اسمها الانتقالات تبدا بقى تستخدمها في كل فيديوهاتك. اي فيديوهين كده ما لهمش هدف عايز تحطهم جنب بعض ومش لاقي حاجه تحطهم ما بينهم، انتقال على طول. انتقال
غلط، غلط جدا. اوعى تعمل كده، ما تعملش كده عمال على بطال، لان ده يعني وحش. انا كنت بعمل كده في بداياتي، فانا جاي لك من المستقبل اقول لك ما تعملش كده، لان انت بتعمل كده دي حركه مش حلوه ولا لطيفه، ولا هتبين ان الشخص ده اوه واو ده بيعرف يعمل مونتاج. لا، مفيش الكلام ده. ده بيبين ان انت شخص مش فاهم او لسه بقى بتتعلم جديد، فما تعملش كده. طيب ايه هدف الانتقالات؟ افهم، هدف الانتقالات هو ان انت تعمل حاجه لطيفه كده ما بين مقطعين. طيب امتى تستخدمها؟ تستخدمها لما يكون في علاقه بين المقطعين دول بشكل معين. يعني مثلا على سبيل المثال الزوم ان. الزوم ان ده ليه هدف، او تستخدمه في حالات معينه. امتى بقى تستخدمه؟ تستخدمه لو انت هتصور عنصر معين من زاويتين، زاويه من قريب وزاويه من بعيد. طيب ايه الترانزيشن اللي اتحط ما بينهم؟ زوم ان، لان انت صورت مشهد من بعيد وبعد كده تيجي عامل زوم ان او الترانزيشن بتاع زوم ان وتجيب المشهد اللي من قريب. ايوه كده في علاقه ما بين المشهدين وبعض، انما مش واحد هنا واحد هنا زوم ان. زوم ان ازاي بقى؟ يعني هو ازاي كده هيعمل زوم الناحيه دي؟ فانت مثلا هنا ممكن تعمل بان، ممكن تعمل وايب، حاجه زي كده اللي هو حاجتين عكس بعض ممكن تعمل لهم وايب. فانت خلي الترانزيشن في مكانه الصح، مش اي مشهدين مش لاقي لهم بقى حل. ترانزيشنز دي حاجه حلوه جدا، خليك تستخدمها صح واستخدمها بالفايده اللي معموله علشانها، ان هي تبقى حاجه حلوه وفاني كده. بس برضو ليها الشوتات بتاعتها، مش اي شوتين وخلاص تحط ما بينهم ترانزيشن. ممكن تعمل كده مثلا في الجليتش ده هو جليتش يعني ما فيهوش زوم ان وزوم اوت وكده. فانت تستخدم الترانزيشنز دي في الاوقات الصح بتاعتها، مش اي حاجه وخلاص. نصيحه مهمه انا جاي لك من المستقبل اقولها لك، فما تعملش كده تاني. ماشي، تعملش كده تاني. رابع خطأ ناس كتير برضو بتعمله هو اختيار الميوزك. مش ان انت تعلي صوت الميوزك وتوطيها، لا، اختيار الموسيقى ذات نفسها. طيب الموسيقى ليها استخداماتها برضو. يعني مثلا لو انا دلوقتي عامل فيديو يوتيوب عايز اخليك تبقى صاحي معايا ومركز كده وعينيك مفتحه، ازاي اعمل كده؟ هل احط لك موسيقى رعب، ولا احط لك موسيقى ساد، ولا احط لك موسيقى يكون فيها بيتس وحاجه فيفيد كده وتخليك صاحي معايا بقى وبين تين تين تين؟ المفروض اعمل كده. فانا استخدمت موسيقى تخدم على اللي انا عايز اوصله لك، يعني انا عايز اخليك صاحي ومركز معايا، فاستخدمت موسيقى فيها نغمه حلوه كده في الخلفيه تسلي ودانك، ما تخليكش تنام، تخليك تفضل صاحي. فانت نفس الفكره كده. مثلا بتصور فيلم رعب، هل تحط مثلا موسيقى فيها دب ومش عارف كده؟ لا، المفروض الموسيقى تبقى هاديه، تبقى بارده كده، بتتحرك بقى بطيء والحاجات اللي زي كده. فاهم حاجه لازم تختارها هو الموسيقى التصويريه للفيديو بتاعك. فاهم حاجه تعملها في الفيديو بتاعك، ولو عملتها غلط فده غلط كبير مش خطأ قليل، لا ده حاجه مهمه. انت تختار الميوزك الصح علشان تخدم على الفيديو بتاعك صح. يعني ما تشتغلش على الفيديو كويس جدا بس في الميوزك ما تتعبش قوي عليه، لا انت كده ضيعت كل مجهودك للاسف. في مصادر كتير جدا ممكن تجيب منها موسيقى زي استوديو اليوتيوب واستوديو فيسبوك، الاثنين دول عليهم ميوزك. وكمان قناه مشهوره جدا على اليوتيوب اسمها فري ميوزك لايبراري، قناه كويسه جدا وانا عن نفسي بجيب منها الميوزك بتاعتي. يعني كذا حد سالني في الحوار ده وانا بستخدم الصراحه الميوزك بتاعتي من المكان المجاني ده اللي هو مش مدفوع ولا حاجه زي كده. كمان في مصدر تاني مدفوع انا قعدت فتره استخدمه هو ابيديميك ساوند، ارشحه لناس كتير جدا في الشهر تقريبا ب $15، يعني تقريبا 230 جنيه مصري، فارشح لك ان انت تستخدمه، يعني حاجه كويسه جدا. المهم يعني مش هتفرق من مدفوع ومجاني حقيقي يعني الا بعض الاختلافات البسيطه، ولكن اللي يفرق قوي هو انت ازاي تختار الموسيقى. يعني الموسيقى ليها جانرز او ليها انواع او ليها احاسيس مختلفه، فانت على حسب الاحساس اللي عايز توصله اختار الموسيقى اللي انت عايز تحطها للفيديو بتاعك، لان ده هيوصل احساس الفيديو للشخص. خامس خطأ ممكن تقع فيه، والخطأ ده هتقع فيه لو انت بتعمل افلام قصيره او حاجه فيها اداء. الخطأ ده هو ان انت ما تتفرجش على كل المشاهد اللي انت صورتها. يعني مثلا انت في اللوكيشن بتصور الممثل، صورته كذا شوت، الاول شوت الاداء بتاعه مش قوي، تاني شوت الاداء حلو بس في حاجه معينه هو ما عملهاش، تالت شوت كان احسن اداء بس برضه في حاجات ان ناقصه. المهم ان انت بتاخد كذا شوت لنفس الشخص بيقول نفس الجمله. الصح ان انت في مرحله المونتاج تبص على كل الشوتات دي، مش علشان الشوت ده هو اللي احنا رسينا عليه اللي هو اخر شوت يبقى هو ده الصح، لا، احيانا بيبقى شوت معين مش دايما الاخير بيبقى مناسب مثلا للشوت اللي بعده او لايق مع الشوت اللي بعده او الشوت اللي قبله. فانت ضروري تشوف كل المشاهد اللي انت صورتها للممثل او الشخص اللي بيأدي ده وتختار الاحسن، لان ده مهم جدا. وحرفيا انت ممكن تكون بتضيع مشاهد حلوه في حاجه زي كده. انت قبل ما تبدا تعمل مونتاج شوف كل الماتيريال، امسح الحاجات اللي مش مهمه، ابدا ظبط الحاجات حسب الاداء الاحسن للاوحش، اعمل عليها ماركر مش عارف ايه، علمها بحيث ان انت تبقى عارف ايه احسن اداء، مش اللي هو اخر شوت يبقى هو احسن شوت، لا مفيش الكلام ده. لان زي ما قلت انت ممكن تبقى في التصوير شايف حاجه وفي المونتاج تطلع احلى بكتير، وممكن تبقى انت في التصوير شايف حاجه وتطلع
بتطلع اوحش بكتير، فشوف كل الشطات مهمه جدا. وبس كده، دي كانت اهم 5 نصايح معايا النهارده. لو انت بتغلط فيهم حاول تتجنبهم، لان دول مهمين جدا 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 في اكس بقى 50 والحاجات دي مهمين، حاول ما تعملهمش. وبس كده، اخيرا لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه، ولو عندك اي استفسار انزل اكتب استفسارات تحت في كومنت، ولو انت عايز تتواصل معايا شخصيا فانزل اعمل لي فولو على انستجرام. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.